الأخ الكبير اللي بيكون بمقابل أب، ده الحتة الكبيرة اللي في قلب البيت، الظهر والسند واللي بيشيل الهم قبل ما يوصل لحد غيره. هو اللي ممكن يضحي براحته وسعادته عشان يفرح اخواته، واللي دايما واقف قدام أي مشكلة. زي الجبل، تلاقيه أول واحد يتدخل لو حد زعل، وأول واحد يفرح لو حد نجح، حتى لو آخر واحد ياخد حقه. الأخ الكبير ساعات ما بيعرفش يعبر بالكلام، لكن أفعاله بتصرخ بالحب من غير ما يقول ولا كلمة. هو اللي لو غبت يسأل عليك، ولو اتضايقت يهديك، ولو وقعت يسندك. هو مش بس أخ، ده أب تاني وصاحب حقيقي، وحتى لو شد عليك بيكون قلبه عليك مش أكتر. وعشان كده الحب ده يستاهل إنك ترده بحب أكبر واحترام أكتر. ولو راح احترام الأخ وظهر عدم التقدير، النهاية مش بتكون حلوة، لأنك وقتها بتخسر مش بس أخ، بتخسر أب وسند وصاحب كان بيحارب الدنيا كلها عشانك. فاكر؟